لما قال هذا الحديث هو الذي يبسط إليك يده بالليل والنهار لتتوب حتى تطلع الشمس من مغربها إلى قيام الساعة. والله هذا الحديث من أكبر أبواب العشق الإلهي. هذا الحديث نلاحظ فيه 7 مقامات من مقامات العشق إذا ما تفكرنا فيه. المقام الأول هو مقام الدهشة. من أي شيء؟ الدهشة من الصبر الإلهي علي وعليك. كم صبر علينا، كم صبر علينا ونحن نبارزه بالذنوب والمعاصي الظاهرة والباطنة في الخلوة والجلوة. صبر يدهش. وهذه الدهشة يجب أن تنتقل بك مباشرة إلى أن تستحي منه وأن تحبه. هذا الرب وهذا الحب يجب أن يورث الحياء والانكسار الكامل بين يديه. كم صبر علينا. الثاني، هذا المقام العشق الثاني، الحياء من الكرم الإلهي الذي لا ينقطع ولم ينقطع ولن ينقطع. يجب أن تستحي ممن هذه صفاته جل جلاله وعم نواله. أذنبت وأذنبت وأذنبت وعاد إلي وفتح علي أبوابه ومد يده إلي. إذن هذا كرم عجيب. يجب أن أستحي من هذا الكرم، وهذا الحياء يورث الخشوع والحب. ومن ثم من هذه صفاته، من صبر علي وأعطاني دون عد ودون حد، يجب أن أشتاق إلى من هذه صفاته. إذن تكون هنا التوبة لا من ذنب بل من شوق. التوبة بمعنى الرجوع، أن تعود ليس من أجل الذنب، لا، من أجل الشوق، فتشتاق إلى حضرته وتداوم الحضور فيها. ومن ثم المقام الرابع من مقامات العشق المستنبطة من هذا الحديث هو الفناء في شهود ود الله سبحانه وتعالى الودود جل جلاله وعم نواله. كيف يبسط إليك يده في كل وقت؟ أي ود هذا؟ أي تودد هذا من الرب جل جلاله وعم نواله؟ هنا تستشعر عظمة محبة الله سبحانه وتعالى لك. من أنت حتى تنال هذا المقام؟ أنت عبده. ومن ثم عندما تتحقق هنا تنتقل إلى مقام خامس من مقامات العشق الإلهي، وهو العتاب، لكن العتاب الذاتي. أنت ستعاتب نفسك، لا يكون العتاب منه. هو أحبك ودعاك ولن يعاتبك حتى لا تذوب في عتابه، لكن يجب أنا عندما شهدت هذا الرب الكريم الجواد الذي أعطاني وسترني وبسط إلي يده أن أعاتب نفسي. كيف أقابل بالجفاء من قابلني بالصفاء؟ كيف لا أبادله الكرم؟ كيف لا أبادله الحب؟ كيف لا أبادره الود جل جلاله وعم نواله؟ وإذا وصلت إلى هذا المقام سيثمر الصدق في المحبة، في الصدق في العمل، والصفاء في المحبة. ومن ثم هذا ستصل إلى مقام الحب، العشق، الهيام والوله، لأن هنا سيذوق القلب مقام المحبة ومقام الكرم الإلهي، فيفنى شوقا ويحترق حبا وولها في مولاه. المقام السابع من مقامات العشق في هذا الحديث هو الوصال، أن تعود وتعود وتعود حتى وإن لم تذنب. العودة هنا من قرب لا من ذنب، العودة من حب لا من ذنب. أن تستغفر وتعود وهو باسط يده إليك، تعود إليه حبا لا ذنبا. إذن هذا مقام الوصل والوصال، فيعود القلب إلى حضرة مولاه فينال الوصال والرضا الكامل.